إخواننا الكرد، تحية وسلام. تعرفوا ليش أنا عملت في حالي كده؟ تعرفوا ليش؟ عشان تتضامن معي الناس، عشان تتضامن معي الناس، لأنه أنا الآن بشعري كده صرت أشبه لعهد الفلسطينية. عهد الفلسطينية، لا، عهد الأمازيغية، عهد الكردية. هيا تضامنوا معي يا ناس. ده أنا كمان عندي شعب وحقوقه مهضومة، مين يتضامن معي؟ ولا أنا مش عهد الفلسطينية؟ الفتاة دي صاحبة 16 سنة، يعني أنا عندي 60 سنة تقريبا يعني، وأنا كردية، أمازيغية، قبطية، سوريانية، أشورية، إسرائيلية، معرفش إيه، ولكن ما في حدا يتضامن معي. لا، الآن ستتضامنون معي، العالم كله حيتضامن معي. ما أنا صرت أشبه من عهد الفلسطينية، عهد اللي صار العالم كله يتضامن معاها، لأنها صفعت إسرائيلي وهي بتدافع عن أهلها وشعبها. إحنا ما عندنا أهل ولا شعب ولا أراضٍ ولا أوطان ولا تاريخ ولا ثقافة ولا هوية ولا أي شيء. إحنا ما نناضل، إحنا ما نصفع أي إسرائيلي، خلاص. إحنا بس مجانين، لما نرفع صوتنا شوية بحقنا نصير أصحاب فتنة، نصير عنصريين، ولا حدا ياخد باله مننا، ما فيش تضامن معانا، لأننا إحنا مش عهد، إحنا مش فلسطين، إحنا بس كردستان، إحنا بس أمازيغستان، إحنا بس إسرائيلستان، إحنا بس قبطستان. والله العالم ده صار مجنون، وما فيش اللي يكيل بمكيالين دائما إلا إخواننا العرب دول، والفلسطينيون والمسلمون والإسلاميون والجهاديون وما عرفش إيه. هم ما بيشوفوا إلا حقوقهم، هم ما بيحسوا إلا بمشاعرهم. الناس الآخرون اللي حواليهم يروحون في 60 داهية، هم وأوطانهم وشعوبهم وتاريخهم وثقافتهم، لأنه هم أصلا إيه؟ جاهلية، هم جاهلية فقط، هم كفار. يا ريت يا ناس كان عندنا واحدة مدينة اسمها قدس عشان العالم كله يتضامن معانا، لكن احنا للأسف ما عندنا قدس. احنا عندنا بس شوية مدن، يعني هون وهون، ولا واحدة فيهم فيها بيت ربنا، ما فيها لا كعبة ولا مسجد أقصى ولا مسجد الحرمين ولا مسجد النبي، ولا ما فيش أي شيء، ما فيش، ولا عندنا حتى بترول. ما عندنا لا بترول ولا عندنا أماكن مقدسة، وعشان كده إحنا ننسى أنفسنا، ما نناضل، ما نطالب أحد إنه يتضامن معانا. إحنا مش عهد الفلسطينية، إحنا بس ملكة مزال الأمازيغية، تروح السجن وتفضل فيه هناك، ولا حد يعمل عريضة للتضامن معها. ما فيش حدا يتضامن مع نساء الكرد، مع أطفال الكرد، مع أقباط مصر. ما فيش عريضة يعملها الشعب الإسلامي ده من المحيط إلى الخليج. لا، إحنا ما هذا الشعب الإسلامي والأمة الإسلامية والعربية ما فيش واحد منها يتضامن مع الأقباط ولا الأمازيغ ولا الكرد، يتضامنوا بس مع عهد الفلسطينية دي. أمس ولدت والآن صارت أيقونة للنضال، وإحنا اللي راح شبابنا في النضال من أجل هذه الشعوب المظلومة. لا، إحنا ما في حدا يقول لنا إحنا أيقونات في النضال، ولا حد يعمل لنا عريضة يتضامن معها فينا. يا الله، أقول لكم إيه، شوفوا لكم عهد أخرى أنتم كمان في بلدانكم يا كرد، عشان الناس تتضامن معاكم. ما عندكمش عهد الفلسطينية دي، ما عندكم حاجة. سلام.